نقول بسم الله. اليوم عندنا القوايم. طبعا القوايم لو تكون كبار نزل اول شيء الحمى تحت، بعدين الجنب بهالطريقة، اخر شيء تنزل الكتف. قرب 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 بياض اللحم. شوفه، لا دورت لك مصدر لحم زين ويقول لك نقفل لك اللحم من بياض الحمى ومن طعم ومن هذا بعد الذبح وبعد البيع، اعرف انهم ما يذبحون الا الشيء الزين. شغل عليه، نطلع الزفاره هني، نشغل الماي ننظفه ونضبطه، بعدين بسلم العهده عرفان. عرفان انت بيطبخ ها؟ ايه صح. والكلش والكراع عندك يا عرفان. ايه اليوم عندي شغله بروح اخلصه وبجي. انا بصور لكم ختاميه الطبخه، ماني جاي انا. تمام يا عرفان؟ ايه تمام. يلا تمام يلا. تمام. انا نشوف. طبعا انا اخليه على نار هاديه. عرفان خلاص جي. طبخ على شنو؟ نار خفيف 8 ونص خلاص. يعني 2 ساعة إيه نار خفيف. 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 ليش نار خفيف؟ انت رؤية يسوون خلاص يجي يسوون. النار الخفيفة في الطبخ في الخرفان، ان بغيت مبطح، ان بغيت قوايم، اللحم الكبير الهبر، قصر النار عليه. ادري انك لو تشغل النار عليه عالية من 45 الى ساعة، ساعة و10 خالص. مفتح ساعة و10، ساعة وثلث خالص. لكن لو صارت نارك هادية، اول شيء تنزل مرقة اللحم فيه، تصير لما نصور لكم شلون المرقة بيضة، اجيب صورها بعد شوي شلون تصير المروق بيضة، تستطعم الحمى صحيح ولا تنهمد. ما تنهمد، نارك وسط ما تنهمد، لكن لكبست عليها العيش، استمتعت في نكهة العيش صحيح. نار خفيفة وسط. متى صار معك وقت؟ اما لو صار مثلا الحين معانا وقت الساعة 6:30 ابى اركب على ما اصلي وبطلع عندي شغل بخلصه وارجع الساعة 9 9:30 عشان اخلص. الله يوفقنا وياك. اهم شيء النار خفيفة، لا تعلي عليها تنهمد. ها عرفان حط مني انا نشوف. كب مني يلا. ان شاء الله عليك يا الله. شوف انا يعرف كله 100 بس ممكن واحد مشكلة. ها شوف انا ما طلعت عليه. شحم مال الخروف كسر صح؟ صح؟ اي والله داري. عرفان ما شاء الله يبدع بحبة العيش، يبدع ما شاء الله. ترى هي عادة صار قديم منك، لأن شبت لازم تذوق الأكل زين وزين ماسخ.